السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحلى صحة وعافية. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وأمة العالم أجمعين بخير وبصحة وسلامة. كل سنة لإخواتنا المسلمين وهم طيبين، وكل سنة لإخواتنا الأقباط والمسيحيين وهم بخير. النهاردة بقى ايه؟ قلت وقايمة في وقت متأخر قوي، يعني انا قايمة ان انا اجهز الفطار يعني كان لسه بس 3 ساعات على الفطار، ولا كنت عارفة انا اعمل ايه ولا اي حاجة. اللي هو انا قايمة قبل الفطار ب3 ساعات، انا لسه بفكر وبجهز اعمل ايه. فطبعا قعدت افكر يا بنت يا نور، لقيت عندنا كوسة، كل حاجة كانت في التلاجة طلعتها. طلعت لحمة، ولقيت صدر كمان فرخة، والكوسة والخضار والدنيا دي كلها. وقررت ايه؟ ان انا اعمل محشي كوسة. ودلوقتي انا اللحمة بتاعتنا الاول هسلقها. تمام، عادي سلقة طبيعية زي اي فراخ بتتعمل عادي، بس انا بحب ايه؟ اشوح اللحمة بتاعتي. بشوح اللحمة بتاعتي الاول، وكان كمان معاها ماسورة وشوحتهم هما كلهم. وكمان طبعا رشيت عليها الفلفل الاسمر بتاعها، وحطيت لها الحبات واللورة، وكمان حتة قرفة صغيرة، بما اني بحب اضيف قوي 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 القرفة على اللحمة. بحس ان مش قرفانة ان انا اكلها. تخلي بصراحة الشوربة بتاعتها جميلة، عمرها ما غمقت الشوربة ولا اي حاجة من الكلام ده. كمان ظبطت طبعا ايه الحاجة بتاعت اللحمة والكلام ده كله. انا هنا كنت لسه ما او حاطه اللحمه، وكمان كنت برش عليها الفلفل الاسمر. واخويا طبعا واقف، قلت له انت عليك التخريط النهارده. كان واقف يخرط البصل، واقف يخرط الطماطم، واقف يخرط الفلفل، لا 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 لا، خرط كله بقى. شوفوا بقى كده بقى ايه معايا انا هعمل ايه. حاولت كده ايه اعمل لكم فيديو سهل بسرعة سريع، حاجة كده، وان انا كمان ما بعدش عنكم، لان كتير بتلاقينا انطفينا عن القناة فترة طويلة. حابة ان انا اكون معاكم دايما، معاكم ومستمرة معاكم. او ماما تعبانة ومش موجودة ومش قادرة ان هي تقوم تعمل حاجة، حتى لو انا كمان تعبانة وش اكيد باين عليه مورم. ومن طبعا شفتوا فيديو السحور، ايه كنت متنكدة زعلانة وعياط وده كله. بس حبيت ان الفيديو بتاع النهاردة احاول ان يكون في طاقة ايجابية. حتى شكلي او بضحك، شكلي مدي ان هو تعبان شوية، بس عادي بقى ما تركزوش. المهم بقى، دلوقتي انا جاي اعمل صوص البشاميل. نسيت اقول لكم في الاول ان انا هعمل بالصدر بتاع الفرخة صينية بشاميل صغنونة. حطيت اللبن وحوالي 5 معالق دقيق والمرقة والبهارات والدنيا دي كلها، والزبدة طبعا حطت في الاخر. وهنا الفراخ بتاعتي حطيت عليها فلفل اسمر، وعصرت عليها ليمون، وكمان بهاراتها وحاجتها كده حطيتها كده علشان ريحة الزفارة بتاعتها. حتى اللحمة انا كنت نقعاها في محلول برضو. دلوقتي كل واحد بيحب زي ما هو عايز. انا بحب دايما اشوح الحاجه بتاعتي اكتر الوقت الاول. شوحت طبعا اللي ادت لحته الفرخه بتاعتي صدمه، كنت مقطعاها خرط كبيره شويه. وكمان دلوقتي بقى حطيت عليها البصل. عبد الله كان عامل لي بصله صغنونه، مش عارفه ليه، بس عادي كده كده، ان احنا برضو مش بنحب البصل قوي في الاكل. احنا بنحب طعم، يعني بيخلي الاكل حلو، لكن مش بنحب ان احنا نحس بيه انا واخويا. اما ماما لا عادي، يعني بتحب البصل. ودلوقتي بقى طبعا ضفت الفلفل، وبعدين كمان هضيف الطماطم، وهدي ده كله بقى التقليبه بتاعته بقى، وبهاراته وحاجته كلها محطوطه. طبعا نسيت كمان كنت اوريكم البشاميل، وريتها لكم جبتها لكم لقطه ومحطوط عليها الزبده بقى. سبتها ما قلبتهاش، سبتها كده على الوش كده، ان انا كنت عاملاها بدري شويه، وانا بحب الحاجه كلها تكون يعني على الفطار كده كلها طالعه سخنه. دلوقتي الكوسه بتاعتي انا طبعا عملت التقليه بتاعتها. كنت واقفه بعمل اللحمه، كنت واقفه بعمل الاتنين سوا، بسلق اللحمه، وكمان بعمل الحشوه بتاعت المحشي. ودلوقتي انا حشيت المحشي. انا بس عشان الخص الفيديو عليكم حشيت وعملت كل حاجه وانا قاعده، لان كمان كنت دايخه وهبطانه، ومعظم الحاجه عاملاها وانا قاعده. ودلوقتي كانت بقيه التقليه من اللي انا كنت عاملاها للمحشي على شوربه، وغليتها طبعا وضفتها عليها، وسبتها بقى على النار، وغطيتها بورق الالومنيوم، وبعدين حطيتهم في الاخر في الفرن. كل حاجه كنت حطاها في الفرن بقى في الاخر. وادي دي بقى المكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. مكرونه جوسي كده، تعتبر مكرونه وايت صوص. بس المفروض المكرونه اللي تحس انها طلعت معايا كلمه صوص المكرونه اللي تكون سايحه والدنيا بتاعتها لذيذه كده، تكون جوسي يعني. وطبعا
لو انتوا شايفين كده ايه البشاميل اللي بقى بتاعي كله انا بحبه يكون سايل ما يكونش جامد. دلوقتي بقى شفتوا بقى الجمال والحلاوه. خدت طبعا قطع اللحمه كنت حطيتها كمان على صينيه المحشي بتاع الكوسه، حطيته عليه. وزي ما انتوا شايفين الجمال ده بقى وهما محطوطين في الفرن، وصينيه البشاميل اللي طالعه شكلها جميل. رايكم بقى، قولوا لي رايكم فيا انفع ولا ما انفعش. دلوقتي بخرط المكرونه بتاعتي، وعشان سخنه وزي ما قلت لكم الصوص والدنيا دي كلها سايبه خالص كده سايحه، فمعرفتش ان انا اطلع خرطه متماسكه خالص يعني. الخرط كلها طالعه شكلها مريب. بس المهم كده كده ايه كل ده ينزل يتقلب في البطن. انا دايما بحب من نوع ان انا ايه الاكل جباني يكون شكله حلو، لكن بصراحه ما قدرتش ان انا اطلعها متماسكه وشكلها حلو خالص يعني، طلعها متلخبطه. فمش مهم بقى دلوقتي. إيه، ماما لما شافت الاكل قالت انت حاطه يعني عينات، بس انا من النوع اللي لما باجي بعمل الاكل ب يعني ما احبش ان انا اكتر اغرف كتير او كده. ببقى انا عامله مقياس عارفه ان كل واحد ممكن ياكل حوالي قد ايه، بحط على حسب كده. مش بحب ان انا احط اكل ويتبقى منه خالص الصراحه. فالحمد لله زي ما انا حطيت ايه هو ده اللي اتاكل يعني. إيه اكلتنا كده كده بسيطه وقليله. وزي ما انتوا شايفين بقى ايه طلعت طبعا اللحمه وحطيت عليها الكزبره والشبت وكده. ودلوقتي الكوسه بقى بتاعتي ايه قلت اغرفها وحطيتها يعني في اطباق وكده. وكمان ايه خدت ايه منهم حطيتهم في طبق تاني مع المكرونه ومحشي وكده. وبعت عندي خالي، انا كنت دايما متعوده يعني ايه ما كانت نين الله يرحمها كانت موجوده وكده، كنا بنبعت برضو ايه معظم الوقت لما يكون عاملين اكل او كده. فبرضو ده ما تقطعش العاده بتاعتنا برضو ولا تمنع ان تتقطع. لو انتوا شايفين بقى ايه الاكل بصوا جماله جماله جماله. وكنت خايفه المحشي ما يبقاش حلو. المحشي جميل جميل روعه روعه روعه. تخيلوا ان انا عشقت المحشي المره دي اكتر من المكرونه. هما ماما واخويا اكلوا المكرونه اكتر، لكن انا اللي طبق المحشي انا قعدت اكلت، هما اكلوا المكرونه وانا اكلت المحشي. كان جميل جميل جميل. قوليلي برضو ايه رايكم، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. وتسلموا كل تعليق وكل كومنت كان حلو من ايدكم الحلوين، وكل طاقة ايجابية بتقدموها لي، وكل حاجة كويسة منكم يا حبايبي. وتبقى طبعا ايه صبيت الخروب. طبعا انا بنشرب العصير ده اساسا بعد الفطار، بس انا صبيته كده وهنخلص اكل ايه وبعدين بقى شربناه. بتمنى لكم ايام سعيدة وكل خير. ولو بتفطروا بألف هنا، اكيد ما بتتفرجوش عليا وانتوا بتفطروا، لو بتتفرجوا عليا وانتوا صايمين فيلا ربنا يعون بقى، المغرب هيقرب. وباي.